نروح ليه نتأقلم سواء في الجزائر ولا خارج الجزائر، يعني هذه ما عنديش مشكل معها. الحمد لله تأقلمت تمتم ودرت موسم في المستوى الحمد الحمد لله لله يا يا رب. ربي. يونس، بعد شباب المشرية مباشرة إلى اتحاد فونوغيل. اتحاد فونوغيل هذه كانت تجربة قصيرة شوية، كانت يعني بعد ما توقفت كرة القدم الجزائر بسبب كورونا. نعم. عاودنا ولينا، كانت مدة البطولة هذيك 3 أشهر، وين خديت هذا القرار تاع نروح نلعب في الجنوب في ولاية أضرار اتحاد فونوغيل. الحمد لله كتبنا يعني حروف من ذهب اسمها وطنا. هذا فريق صغير، السيفري فريق صغير، وين لعبنا الصعود ولعبنا ضد مولودية البيض، وين وصلنا الفريق حتى يعني كانت المباراة متلفزة على قناة تي في سي الشبابية. الحمد لله يا ربي. تاني هذه كانت من تجربة ناجحة بالنسبة لي أنا، الحمد لله. يعني نتشرف بها التجربة هذه، ونسلموا كاع على سكان أضرار وولاية الجنوب. ما دامك تقولنا قناة الشبابية رانا فيها يونس. قناة الشبابية دائما راهي تقوم بهذه التغطيات، وخاصة من الجانب تاع الرياضة ولا حتى الكرة. طيب يونس، من اتحاد الفونوغيل أيضا كانت هذه التجربة أضافت لك يعني المزيد في هذا المسار ديالك، مباشرة راح نشوفوا الاحتراف ولكن خارج أرض الوطن الجزائر. وين قلت لك ثم بعد موسم في المستوى مع اتحاد فونوغيل جاني العرض هذا في الدولة الشقيقة ليبيا. الحمد لله كانت أول تجربة لي، كانت شوية صعيبة، و كما نقولوا تأقلمت شوية الحمد لله. في الديبي كانت صعيبة من ناحية من اللغة. أي جانب؟ بزاف عفايس، كان ناحية اللغة، ناحية النمط المعيشي، الأكل، تغيرت عليا يعني تغيروا عليا بزاف عفايس. فلو لقيت صعوبة من بعد الحمد لله تأقلمت مع الوقت. ولكن كلاعب محترف، هل هذه يعني التغيرات اللي يعني جاوك سوبيتمون هكا، هل راح تأثر عليك أم لا؟ هي كيما نقولوا في مع الاول، شوف يكذب عليك اي لاعب محترف. انا بالنسبه لي بار اكسبيريونس اي لاعب محترف يخرج خارج الجزائر صعيب عليه. علاش؟ باسكو انت كي تروح لتما ما لازمش تكون كيما الجوار اللي راهو موجود تما، لازم تكون اخر منه، تمد البلوس، وهذا حيولي الضغط عليك. يعني الضغط على المردود تاعك، لازم تقدم مردود في المستوى، تسجل اهداف، تمد تمريرات حاسمه. يعني هذا الامر اللي يخليك، ولكن الحمد لله بالعمل. يونس، هل في هذا يعني في هذا الاتحاد يعني بين